إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي. لا قومي كيدي، قومي تسبحي وسبحي ابنك عشان النهارده يا حبيبتي التبيته بتاعتك، ولازم نجهز كل حاجه. قومي يا سعاد، احنا مش هنقدر نجهز اي حاجه غير ما تكون انت شايفاها كويس وعارفه انت هتجيبي ايه يا بنتي. بقول لك ايه يا ام، انا مفهمه انا هجيب ايه وجايه لها كل حاجه، سيبيني انا بقى يا بنتي. قومي يا سعاد، حماتك يا بنتي جاي وجوزك كمان عشان يروحوا يجيبوا بقيه الحاجه. يا بنتي قومي، انا هنزل اجيب لك الفطور وتفطري هنا. خلاص طيب حاضر يا عم، خلاص طيب حاضر، انا تعبت قوي والله. ماشي روح هاتيلي الفطور. في ايه يا ام سعاد؟ سامعه صوتكم لحد الدار تحت، في مشكله ولا لا خالص مفيش مشكله، انا بصحيه بقول لها قومي الظهريه جدانت، وكمان النهارده تبيتي وليله كبيره وحماتها جايه وجوزها ومش عايزه تقوم. كل ده عشان فتحي اللي جات لي الفوله الصغيره دي مسهري ومخليها تعبانه. ربنا يقويها. انا هنزل كده اجيب لها الفطور واخليها تفطر هين لان هي مش قادره خالص. خلاص ماشي، انزلي كده وانا هقف جنبيها هيني صحي فيه. انا عارفه ان سعاد جاموسي وما بتنام زي البغله بالظبط. شفتي يا سعاد ست ابوهم بتقول عليكي بغله وجاموسي، هتقعد كده تصحي فيكي وكمان هتقعد تهزك فيكي كمان لحد ما تقومي. قومي يا بنتي فزي بقى كفايه كده. ماشي يا مسعاد يا خباصي، ماشي يا مسعاد، روحي كده هاتي لها الفطور وانا هفضل جنبيها كده هزك فيه. قومي يا بنتي يا سعاد قومي، انا هاخد فتحي كده واسبحه كده وخليه حلو. انا قمت لكم انتوا مش هتسيبوني في حالي، مش هتسيبوني انام خالص. لا انا هسبحه بكره، مش هسبحه النهارده خالص. انا مش عايزاه يتعب بكره يا ست ابوه، مش النهارده خالص. خلاص يا حبيبتي خلاص براحتك واللي انت عايزاه. انا جبت لك الفطور اهو يا سعاد، قومي بقى يا حبيبتي وفوقي كده. خلاص ماشي يا عم. هنا راحت تجيب الحاجه ولا طنشتني كده. لو هي مش هتقدر تروح تجيب الحاجه اللي انا قلت لها عليه تقول لي وانا اكلم سعيد اخليه يروح يجيب بقيه الحاجه. لا يا حبيبتي، هي قالت ان هي هتقوم وهتروح تجيب لك بقيه الحاجه. انت عارفه هنا يعني بتحب تروح تجيب الحاجات ده، ما تعرفيش يا اختي بتلف وتروح فين. خلاص طيب ماشي، اقعدوا بقى كلوا معايا، انا مش هاكل لوحدي، اقعدوا هنا بقى. يا بنتي احنا فطرنا من بدري قوي مع ابوكي ومش قادرين ناكل. قومي بقى يا سعاد. عشان خاطري يا عم، عشان خاطري يا جدتي، اقعدوا كلوا معايا. انتوا ديك النهار كلتوا الفاتي وقعدتوا مع بعضيكم وانا هيني من تعبي نمت على نفسي. اقعدوا بقى كلوا معايا، ما تزعلنيش منكم عشان خاطري يا جدتي. خلاص طيب ماشي يا حبيبتي، هروح كده اقفل الفرن وهجيلكوا تاني. ما تحرمش منك يا عم، ما تحرمش منك يا حبيبتي، ربنا يخليكي لي. وانا يحرمك مني عادي يا بنت؟ مش بتقولي لامك ما يتحرمش منك ويتحرم مني كده؟ ده انا اللي وليتك، انا اللي خلصتك من اللي انت كنت فيه. مش تدعي لي دعوه كده تفرح قلبي؟ انا اقدر يا روح قلبي انتي، ده انت قلبي يا جدتي، وانت عارفه كويس ان انا الوحيد اللي في الدار هنا بموت فيكي كده. اقعدي كلي معايا، انا ما اقدرش، وكمان كل شويه تقولي لي انا اللي وليتك وانا اللي خلصتك. انت هتذلني يا جدتي؟ انا اقدر اذلك؟ ده انا البلد كليه اللي مولداهي ولحد دلوقتي بذلهم كلهم. اشمعنى انت يا اختي؟ لازم اذلك واحسسك بقيمتي يا بيت. ده انا ولدتك يا بيت في 5 دقايق. في 5 دقايق؟ ده حلو قوي. طب ما ايه رايك نفتح مشروع الولاده دي يا جدتي ونجيب لك نسوان البلد تولدي فيهم. نعمل المشروع دي. تصدقي يا بيتي فكره حلوه قوي يا بنتي يا سعاد المشروع دي. وكمان اللي ولدها تديني 50 جنيه. ايه رايك؟ يعني لو التمارجي جه يولد الواحده كده في الدار مش هياخد منها اقل من 200 جنيه. ايه انا بقى هاخد 50 جنيه بس. ايه رايك؟ اكلتوا ولا لسه ولا قعدتوا كده تاكلوا ونسيتوني؟ احنا ما كناش ولا لقمه ياما، ده احنا قاعدين لقينا مشروع حلو قوي وست ابوهم دخل نافوخي وعاشش كمان. مشروع ايه يا حبيبتي؟ هو احنا فاضيين للدار؟ ده الدار واخده منيني كل تعبنا وكل طاقتنا. هنفتح مشروع وكمان هنديره. هو المشروع ده صحيح مشروع ايه دي؟
ده مشروع حلو قوي قوي يا ام سعاد. هفتح اوضه كده في الدار هيني واسميها من فوق جوده الولاده، واولد نسوان البلد واخد منهم 50 جنيه. والله ال 50 جنيه وهكسب قوي قوي ويبقى معايا فلوس. والنبي ضحكتيني، شكلك بتهزري يا ست ابوهم، تولدي نسوان البلد ب 50 جنيه؟ ده انت جميله خالص، جميله. كل يا ست ابوهم اسكتي يا ست ابوهم اسكتي، ده لو واحده ماتت ولا حصل لها حاجه هتسجني وتروحي كده في داهيه. داهيه تاخدك يا ام سعاد. طيب ماشي يا اختي، ايوه صح، هروح في داهيه صحيح. عارفه يا امي، عارفه يا جدتي، القعده دي بتفكرني باغنيه بيت العز يا بيتني، على بابك فروجتني، على بابك وزتني. بقول لك ايه يا ام، مش هتديني وزه كيدي وفروجي اروح بيها الدار؟ لا طبعا، مالكيش دعوه بوزاتي ولا فروجاتي. انا تعبانه فيهم وهقعد كيدي اربي فيهم وبعد كده انت تاخديهم الدار عندك؟ لا يا حبيبتي، خلي سعيد يروح يشتري لك، انا ماليش دعوه، مالكيش دعوه ببطاطي ولا وزاتي. شفت يا جدتي، على اخر الزمن امي تستخسر في فتحي وام فتحي البطاط والوزات. ماشي يا عم، استخسري فيا البطاط والوزات فانا هاخد الفروجات من وراكي. شفتي يا ست ابوهم البت قاعده تحرق في دمي ازاي؟ ماشيه يا سعاد، وبقى خدي فروج كده وانت ماشي، انا عداهم فروجه يا بتاعت فتحي انت. بيت العز يا بيتنا، على بابك خروفتنا، على بابك عجلتنا، على بابك معزتنا. طب انت هتديني ايه يا عم؟ هتديني خروف ولا عجلي ولا معزه؟ البت قاعده تبص اللي في الدار وعايزه منه قبل ما تمشي كمان. ده انت نصيبه يا سعاد، عايزه خروف ولا معزه لا عجلي؟ قولي لابوكي هيقطع راسك من هنا من الدار خالص. انا عارفه ان سعاد بتهزر يا بنتي، يا سعاد ابوكي دبح خروف مع الخروف بتاع سعيد، وبصراحه ما شاء الله البلد كلها خدت وكفيت من الفته، والفته بصراحه كانت طعمها زي الفول وجميله خالص، والله كان قرفيته زي العسل كمان. ربنا يخليهولك يا سعاد وتفرحي بيه. حبيبتي يا جدتي. طيب ماشي، ما انا عارفه، انا بهزر يا جدتي. ما تتصلوا كده بهنا وشوفوها عملت ايه يا اولاد، لحماتي تيجي والناس تيجي والحاجه لسه ما جاتش. انتوا نسيتوني بالمشروع الولاده بتاعكم وكمان الفروجات والبطاط. البت هنا جابت الحاجه كلها تحت في الدار تحت وطلعت نامت. الجاموسه دي قالت انا تعبت خالص وسابتهم وطلعت تنام. خلاص طيب يا عم، هنفطر كيدي ونخلص وننزل نشوف جابت ايه، عشان لو حاجه ناقصه قبل ما الناس تيجي ونتكسف كيدي ونتحرج. اتصل بسعيد ويجيب بقيه الحاجه لو هي ناقصه يعني. تعالي يا سعاد، تعالي شوفي الحاجه بتاعتك يا بيت. ده البت هنا رصيتهم وخليتهم شكلهم حلو قوي قوي يا بيت. تعالي. ايوه ما شاء الله، لا حلو قوي قوي يا عم. ايوه حلوين. جابت الفشار والسوداني وجابت كمان الحمص. وجابت ملبس اهو. فين التوفي يا عم؟ لا نسيت تجيب التوفي. يعني كل الحاجات دي وكمان عايزه تجيبي توفي ايه دي يا بيت؟ ايه القرف اللي انت بتقولي دي؟ بس خلاص كفايه الحاجات كتير قوي قوي. ما شاء الله. لا ما تجيبيش حاجه ثانيه يا سعاد. ايه توفي دي؟ ما جابت الملابس وجابت كل حاجه. في يا اولاد ما شاء الله الجمال دي يا بنتي يا سعاد، الله اكبر. الحاجه شكلها حلو قوي قوي يا بنت. طب يلا نقعد كده ونعبيهم. هو فين الكياس اللي احنا هنعبي فيها الاسبوع يا بنت؟ نسيت الاكياس اللي احنا هنعبي فيه. بنتك دي ما بقتش نافعه خالص. ماشي انا هتصل بسعيد يجيب لي الحاجه اللي انا عايزاها. ما اشوف انا الجاموسه اللي عايزه تنام وخلاص دي. لا اله الا الله يا بنتي، كتر خيرها شايله الحاجات دي على قلبها وجات. كتر خيرها يا بنتي، هي نسيت حاجات وانت تجيبوا حاجات يعني، وايه يعني؟ ما احنا كلنا بنكمل بعدين. انت عبيط يا بنتي يا سعاد، انت في حاجات اهم هي نسيتها تجيبها حقيقي. 7 حبات وكمان الشمع وكمان الجول اللي احنا هنحط فيها الذهبات والفضي. وفي حاجات ناقصه صحيح. وايه اللي ناقص يا ست ابوهم؟ انا سامعي من بدري الكلام علي وساكتي. يعني انا غلطانه يا سعاد اللي انا شلت الحاجات دي كلها وجيت رصيتها لك كيدي وانا تعبانه، وكمان انا غلطانه ونسيت حاجات وبقيتش نافعه. ماشي يا سعاد. فين التوفي؟ مش انا قلت لك هاتي لي توفي ولا نسيت التوفي يا حبيبتي؟ وكمان ايوه الخروب. فين الخروب؟ مش قلت لك هاتي الخروب يا هناء؟ نسيت الخروب ونسيت التوفي ونسيت الاكياس اللي كمان هنعبي فيه. وايه تاني يا ست ابو؟ وال7 حبات قلت لك عليهم برضه. نسيت كل حاجه. افرضي انا كنت لسه زعلانه مع سعيد، مين اللي يجيب لي الحاجات دي؟ مش انا قلت لك قبل ما تمشي لو انت نسيتي حاجه روحي لعم فتح لي وقولي له انا جبت حاجات وايه اللي فاضل، وهو هيقول لك الراجل دي من سنين بيبيع حاجات السبوع والتبيتي، وهو كان هيقول لك ان انت ناقصك. ما كنتش حابه ان انت تيجي كده وتدبسيني والناس جاي وعشان تعبي معانا الحاجه. تكسفيني ليه انا؟ تصدقي بالله الواحد غلطان اللي هو راح جاب لك حاجه. انت اتصلي بجوزك يا حبيبتي يروح يجيب لك، عشان انت ما بتقدريش حد، وانا مش هجيب حاجه ولا قاعده معاكي كمان. خلاص يا اولاد استهدوا بالله، ايه اللي انتوا بتقولوه دي؟ عيب يا هناء، عيب ما تكلمي اختك كده. اتصل بسعيد وهو يجيب لك كل حاجه يا سعاد، وعادي يعني ما الناس تيجي ونقول لهم بقيه الحاجه جاي، هم هياكلوا الحاجه كلها وهم قاعدين ولا في يا اولاد؟ استهدوا بالله كده، الشيطان ما بيحبش الفرح يخش اي دار. هتمشوا بقى على كلام وتخلوا كده اليوم حزن في حزن وكله مشاكل. عيب يا سعاد انت كبيره. اتصل بسعيد وهو يجيب لك كل حاجه يا بنتي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا سعاد، الحاجه جميله قوي يا بنت. الله اكبر، ربنا يكملك على خير. حبيبتي يا ابله جمالات، ربنا يخليكي يا رب، وعقبالك يا حبيبتي.
حبيبتي يا سعاد، ربنا يا حبيبتي يخليكي لي. بقول لك ايه، ممكن استاذن في حاجه كده اقولها لك؟ طب انا هروح يا سعاد عشان ابوكي بينادي علي، هشوفه عايز ايه يا بنتي، وانت اتصلي بسعاد وشوفي هتجيبي ايه وهتعملي ايه. يلا انا هروح اشوف ابوك عايز ايه يا بنتي. خديني معاكي يا ام سعاد، هروح اتسبح كيدي واغير خلقاتي. انا هسيبكم بقى يا بنات عشان اروح اتسبح كيدي. قولي يا ابن شمالات، كنت عايزه تقولي ايه يا حبيبتي؟ قولي. كنت عايزه استاذن منك يعني اني بسيبها صاحبتي تيجي تحضر التبيته والسبوع بتاعك. انت مش عارفاها، بس هي غلبانه قوي وبتقعد لوحديها، وانا عايزاها تيجي تقعد في وسطنا كده، يعني بستاذن منك يعني. لا يا حبيبتي، هات اللي انت عايزاه، ده يومين فرح، وكمان صحابي كلهم والناس اللي في البلد هيجوا. لا هات اللي انت عايزاه يا حبيبتي، اللي انت عايزاه هاتيه. وكمان يعني نتعرف عليه، ما دام هي غلبانه كده ومالهاش صحاب خليها تيجي. الله يبارك لك يا سعاد، ربنا يخليكي لي. ما هو ده عشمي برضه فيك، عشان كده قلت يعني اجي استاذنك الاول، عشان لو جت يعني انت مش عارفاه الا تكسفيني يعني وتقولي لي اللي انت رحتي جبت حد يعني من غير ما تقولي لي. ايوه بصراحه انا كنت هقول لك كده، لان القعده دي بتبقى ضحك وهزار وفرح، فما يكون حد يعني قاعد مش عارفينه هنبقى يعني محروجين شويه. لا خليها تيجي وتنورنا كده وتفرح معانا في الدار. خلاص ماشي يا حبيبتي، هروح اكلمها واقول لها تعالي بعد ساعه عشان تكون الناس جات وهي تيجي برضه وما تبقاش قاعده لوحدها ومحروجه. ايوه صح كده، كمان ساعه كده هيكون الناس جات عشان هي برضه ما تقعدش محروجه. صح ايوه صح كده. ايه يا سعاد، انت نايم كل ده وسايبني؟ البت انا راحت جابت الحاجه ناقصي، في حاجات ناقصاني كتير قوي. تعالي وانا هقول لك اللي ناقصني، ما تتاخرش يا سعاد. ايوه يا سعاد، ايوه انا سامعك. بتقولي اللي ناقصك؟ بقول لك في حاجات ناقصه كتير، الخروب والتوفي والسبع حبات اللي احنا هننجحهم من بالليل، وكمان الاكياس اللي هنعبي فيها السبوع كمان. تعالى يا سعاد عشان دماغي وجعاني، تعالى وانا هقول لك كل حاجه. كل ده ناقصك يا سعاد؟ ما الفلوس اللي انا اديتها لك عملتي بيها ايه يا سعاد؟ انا فلست ما بقاش معايا فلوس. فليت وما بقاش معاك فلوس؟ بقول لك يا سعيد عدي ايامك على خير. جبت بقى حاجات يا حبيبي، الحاجه غاليه والحاجه لازم اجيبها نظيفه. ده اول اخيل فليجي، وكمان ده اسبوع فتحي ابن سعاد يا حبيبي، ما حدش هيعمل الاسبوع ده في البلد خالص. ماشي يا سعاد، انا جاي وهجيب لك اللي انت عايزاه. هروح عند عم فتح لي وارفع سماعه التليفون عليك، ترد عليا وتشوفي عايزه تجيب ايه. بقيت الاسبوع بتاع السلطان فتحي ابن سعاد. ماشي يا اخوي، اقعد كده تناقور عليا انا وابنك. ماشي، المفروض كده من جواك تكون فرحان، اللي انا عايزه ارفع راسك قدام البلد ويبقى احسن سبوع. ماشي يا سعيد ماشي، يبقى اتصل بيا كده ونشوف اللي ناقصنا. اوعى تنسى عشان لو ناقصت حاجه هرجعك تاني. سبحان الله، الجوت ما بيحبش غير خناقه، وسعاد تفضل تحرق في دمي كده وبرضه بحبيه. هعمل ايه فيه؟ ام الواد فتحي هعمل ايه؟ هتصل بالواد حسن يجي يساعدني في شراء الحاجه دي، عشان برضه مش هيبقى عمي كده ببلاش، هيبقى عمه حسن للسلطان فتحي وخلاص. لا يجي ويشيل على قلبه. فاهم يا واد يا ابراهيم؟ فكلمت ابوي وكلمت امي وقالوا لي ان احنا هنفكر في الموضوع، يعني مش هينسوني، وهجوز البت انا. انت عارف ان انا بحبها بقالي كتير قوي، بس ايه نخلص من السبوع بس بتاع ابن اخوي فتحي ده. وصحيح يعني ما حدش يعني عزمني على سبوع، والعقيقي بعتوها لامي وامي هي اللي كلتها، ما خدتش منها حاجه. اوعوا تنسوني في السبوع. طيب ماشي، بس اهم حاجه تكون انت جاهز يعني يا حسن، مش ابوك وامك اللي هيجوزوك يعني. وانت عارف يا بغلي انت اللي انا بميل على ابويا ولا امي، ده انا ببقى من الفجريه في الارض مع الحاج جابر، وبيطلع عين امي فيه، وباخد يومي افتح بيت يا حبيبي وافتح 2 كمان. انا ما بميلش على حد، بس لازم اخد موافقه امي وابوي. عيب برضه ما يدركوا سوء. ايوه طبعا. طب يعني انت كلمت ابوي وخدته معاد يعني، ولا انت بتتكلم كده وخلاص؟ لا لسه محدش يعرف حاجه، يا ابراهيم. بكره السبوع بتاع ابن اخويا سعيد الواد فتحي، هم سموه فتحي. بكره ان شاء الله السبوع بتاعهم. بعد كده هنتكلم انا وامي ونشوف الموضوع دي، ما لازم نمشي فيه عشان انا يعني عايزه اخلص بسرعه، وبصراحه مستعجل. البت بقت حلوه قوي يا واد يا ابراهيم. انا ما رحت عندهم في الدار اغرتني اكتر. البت كده حلوه بالفستان رايحه جايه كده قدامي، عسل. ايوه يا عم سهل كده. ايوه هتتجوز، انا اللي هفضل كده قاعد بولغه اشرب الشاي وافطر وانام، هو ده اللي ورايا. ماشي يا عم، ما تنسوش بقى تعزموني على السبوع بتاع سعيد. ايه الحاج جبنا سيره الجوت طلع ينوت. ايوه يا سعيد عامل ايه؟ ما تنساش بقى تقول له يا حسن ان هو يعزمني في السبوع، مش ينساني كده وبعت لي العقيقي وفي الاخر امي تاكلها. سامع يا اخوي. ابراهيم بيقول لك ايه؟ بيقول لك العقيقي وصلت له الدار وامه اللي كلتها، فبيقول لك يعني هتعزمه على السبوع بتاع الواد فتحي ولا لا؟ يعني انا المطلوب مني يا حسن ما اودي له العقيقي على الدار عندهم، اقول لامه ما تاكليش مني وسيبيها لابراهيم؟ انا مالي انا اللي امه اللي كلتها واللي هو اللي كالها. المهم العقيقي وصلت الدار يا حبيبي، قول له ان هو مش غريب، وطبعا يجي في اي وقت. الفرح فرحه وده يعتبر ابن اخوه. بيقول لك يا ابراهيم ان انت مش غريب، وطبعا تيجي يا حبيبي جاي وقت، هو انت مستعد من اخوك ان هو يعزمك؟ عيب يا ابراهيم. يا شيخ انا بهزر. ايوه طبعا هاجي وهنرقص وهنملي الفرح رقص والله. قولوا ربنا يخليه له ويجعله كده ذريه صالحه ليه يا رب. هو سمعك يا ابراهيم وبيقول لك ربنا يخليك وعقبالك يا رب، اما نفرح كده بفرحك ان شاء الله. المهم يعني يا سعيد انا مش فاهم انت عايز ايه دلوقتي؟ انت متصل عشان تعرف انا فين ولا انت عايز مني حاجه؟ ايوه طبعا عايز منك حاجه، انا مالي انت فين ولا مش فين.
اهم حاجه بص، انا محتاج شويه حاجات كده عشان الاسبوع بكره يعني. النهارده تبييتي والبنت هناء اختي سعاد راحت جابت حاجات وفي حاجات ناقصه. هتروح على عند عم فتح الله، عارف عم فتح الله اللي في السوق، انت عارفه طبعا، اللي بيبيع حاجات السبوع. هتروح وهقول لك على شويه حاجات تجيبها وانا هاجي وراك ادفع الفلوس. لا يا سعيد ما تقوليش انت عايز ايه، انا هسبقك هروح على هناك وانت تعالى شوف انت عايز ايه يا حبيبي، وانا هشيل وهساعد معاك. اما انا بنساني، انا ماليش دعوه بالحاجات دي. انت بخلي سعاد تكلمه في التليفون، انا هسبقك انا وانت بتعالى وراي. ماشي ماشي يا حبيبي، السلام عليكم. انا همشي بقى يا ابراهيم عشان اخويا سعيد محتاج شويه حاجات، فعايز اروح كده اساعده عشان حرام يعني هو لوحده برضه، وبكره يا عم تتجوز كده زيه وتبقى مسحول. الله يعينك. ماشي يا حبيبي، انا استاذن انا بقى. ماشي ماشي يا حاس، روح وربنا معاك يا حبيبي، وقول له ان هو لو عايز اي حاجه يرفع سماعه التليفون وهيلاقيني جنبه انا كمان. انا اخوكم وانتوا عارفين كده برضه. احنا عارفين يا ابراهيم. لا ده شويه حاجات كده هنجيبها خفيفه يعني. هنستناك بكره، ما تنساش بقى وتيجي بدري عشان يبقى من اول اليوم كده نقضيه مع بعضين. خلاص ماشي يا حبيبي، انت اول ما توصل هناك بكره ان شاء الله ارفع سماعه التليفون هتلاقوني جنبيكوا على طول. ماشي روح بقى عشان ما تعوقش، يلا على سعيد عشان ما يزعلش منك. ماشي يا حبيبي، يلا سلام عليكم. معلش يا سعيد ان انا اتاخرت، بس انا والله كنت لابس لبس الارض وكنت مكسوف كده ان انا اجي واجيب الحاجه معاك وانا لابس كده واروح هناك باللبس دي، فاتحرجت يعني. روحت الدار وغيرت وجيت لك على طول. هو انت واقف هنا من بدري؟ لا يا حبيبي انا لسه جاي برضه، بس عمال انادي على عم فتح الله مش راضي يرد عليا. يا عم فتح الله، يا عم فتح الله، هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايوه يا ابني، معلش انا مش سامعك خالص. ايوه يا حبيبي، قول محتاجين حاجه؟ ايوه يا عم فتح الله، ايوه محتاجين شويه حاجات كده. انا هديك التليفون والجماعه عندي في الدار هناك هيكلموك وهيقولوا لك على الحاجات اللي ناقصه وانت تحضرها لي بقى. ماشي يا ابني، اللي انت عايزه يا حبيبي، اللي انت عايزه هحضره لك. ايوه يا بنتي، ايوه قولي لي محتاجه ايه؟ خروب ايوه عندي، ايوه والاكياس ايوه عندي، وسبع حبات عندي. ايوه خلاص ماشي، هجهزهم له ووديهم له. حاضر، لا مش هيتاخر ان شاء الله. ماشي سلام عليكم. خلاص يا ابني انا فهمت هي عايزه ايه بالظبط، هخش بقى عشان احضره لك بسرعه. ماشي يا عم فتح الله، بالله عليك يعني انجز كده وخلص عشان الناس في الدار هناك وهي محروجه، فخلص كده احنا واقفين مستنيينك اهو. حاضر يا حبيبي، انا مش هتاخر خالص. ربنا يعينك يا سعيد، ربنا يعينك يا حبيبي، عقبال كده ما تخاويه وكمان تشوفه كده في المدرسه وكمان يتجوز. انا فرحان جو والله، ومعلش حقك عليا برضو ان انا اتاخرت. ربنا يخليك يا حسن، ربنا يخليك يا حبيبي، وافرح بيك انت كمان كده وتتجوز وتشيل المسؤوليه والسحله اللي انا فيه ده انا تعبان خالص. الله يعيني ويعينك. الحاجه كلها اللي قالت لي عليه جاهزه اهي في الشنط. الله يعينك يا حبيبي ويفرحك بالمولود. هو انت ابوك؟ ايوه يا عم فتح الله، ده جزء من اللي احنا جبناه في الدار والله. وامبارح كان العقيق والنيات مرفيه، دايما تعباني ودايما مزعلان. معلش يا ابني، الله يعينكم، انتوا لسه صغيرين وانتوا لسه عملت حاجه. الله يعينك. بصي باقي كل حاجه حطيتها لك في الشنط، لو في حاجه ناقصه تاني تعالى وكل حاجه موجوده. ماشي يا عم فتح الله، ربنا ما يسمع منك ولا تكون حاجه ناقصه ان شاء الله. يلا سلام عليكم كده. طيب ماشي، الله يعينك يا رب. ماشي يا حبيبي، عليكم السلام. زي ما فهمتك اهو يا حسن، الشنط قدامك اهي، والحاجه اللي قالتها الراجل حضرها، هتاخدهم وتوديهم على الدار. اصل انا بصراحه مش عايز اروح احضرني او اوديها شنط، اصل دي اي حاجه عايزاها هات يا سعيد، فمش حاسه بسعيد خالص. فانت خد الشنط وروح اديها لامي اديها لابوهي، المهم اخلص من الطلبات دي. خلاص ماشي يا سعيد، اللي انت عايزه انا هعمله لك. صحيح يعني عشان ابراهيم سالني هو احنا بكره هنروح الساعه كام؟ يعني احنا بكره هنروح السبوع الساعه كام؟ يعني عشان ما نتحريش يعني. اما يجي بكره نبقى نتكلم في بكره، بس يا رب يا اخوي يجي بكره ومن غير طلبات. انا همشي بقى عشان انا مستعجل. والله العظيم انا زهقت، كل شويه هات يا حسن انا مالي يعني، وانا اللي كنت متجوز سعاد؟ انا لسه ما اتجوزتش يا ولاد وبيحصل فيا كده. ربنا يعيني. ايوه يا بنتي، انا جاي عشان اديك الطلبات اللي سعاد طلبتها من سعيد. قابليني خديه. اجيب لك فين يا حسن؟ هو انت عبيط ولا هو انت عارف النهارده في ولا مش عارف؟ اجيب لك فين يا اخوي؟ لا يا حبيبي تعالى انت وهات لي الشنط. والله انت عبيطه وهابلي، ما انا هجيلك بس عايزك انت اللي تطلعي لي بري عشان تاخدي الشنط يا حبيبتي. ما اقعدش انا داني، انا زهقت. انا من الصبح مع اخوي بنشتري الطلبات دي، وانتوا مش بيثمر فيكوا ولا هو ايه اللي مش بيثمر فيني؟ ده هي تاخدك انت واخوك يا اخوي. ماشي هستناك. ده هي تاخدني انا واخوي. ما شاء الله العينه بيني من الاول كده، العينه بيني. هو راح فين دي؟ هو فين؟ مش عمال يقول لي قابليني اهو، هيخليني واقفه كده. ايوه هو ده، ايوه جه اهو. ايه خد يا حسن. ايه يا بنت القمر دي؟ ده انت حلوه قوي. قصدي ايه القرف دي؟ انت اللي مطلعك كده، انت لابسه كده ليه بره كده ما الناس تشوفك؟ يبقى حلوه قوي كده يعني. بدل ما تقولي ايه القمر دي وتسلم علي تعمل كده. ده انا حتى جايبه انا واختي سعاد زي بعض وقاعدين كده والناس عماله تتفرج علينا قمرات، وانت فرحانين قوي ان الناس عماله تتفرج على حلاوتكم. ماشي خدي عين وموتي فيه. بعد الشر عليا يا حبيبي. اما انا هيجيلي عرسان منين؟ عرسان
ماشي 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 ماشي. انا مش هتكلم معاكي تاني. ايوه طول ما بتحاول تضايقني وتتكلم عليا بالوحش هضايقك. هو انت ايه اللي مشاك؟ خد يا حسن قول لي ايه الشنط دي. اقول لاختي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه الواحد تعب من الرقص. ايه انا سعيد جابر بقى الحاجه. طيب يا حبيبتي روحي جهزيها كده وهاتيه. طيب حاضر يا سعاد حاضر. حاجات ايه يا بنتي اللي لسه هتجيبوه؟ ده الحاجه كتيره هي. الله اكبر. حاجات يا حماتي. هتيجي هي وانت هتشوفيه. نتجمع في الافراح كده يا حبايب. يلا ابدأوا كده وقولوا بسم الله عشان نخلص بسرعه. اهم حاجه يا جدتي ان مفيش واحده فيهم تنسى حاجه في الكيس. يعني الكيس اللي هتعبيه يكون فيه جميع الانواع. والكيس كمان اللي هنعبيه هنحط فيه خروب. ايوه يا ام حسنيه. ايوه كل حاجه تتحط فيه. وكمان هنحط فيه توفي وملبس. ايوه يا هناء. هو انا جايبه الحاجات دي يا جماعه عشان اكل هاني؟ ما اكيد يعني عشان نعبيها كلها في الكيس. والله عسل يا بنتي يا سعاد. كلمي يا سعاد. حسنيه بتكلمي. ايوه يا حسنيه انا سامعاكي اهو. عايزه ايه؟ عايزه اشيل النونه شويه. بستأذنك يعني ان عايزه اشيل النونه شويه. عايزه اشيل فتحي. لا ما ينفعش يا حسنيه. ده لسه صغير خالص. اللي انت بتقوليه دي استني ما يكبر واخليه يلعب معاكي. لا انا ماليش دعوه. انا عايزه اشيله شويه يا اما. ما خليه يروح معاي ويلعب معايا في البيت. يا اختي خديه. ما بنامش. مش بنام خالص ولا ليل ولا نهار. اصبري ما يكبر واجوزه لك كمان. لا ده عيفش مش هتزوج. انا اتجوزه ده عيفش خالص. اني ابني عيفش يا حسنيه يا جرعه. اني ابني عيفش ده قمر يا حبيبتي. بكره تجري وراه كده البلد كلها. يا عالم مين اللي يجري ورا التانية يا سعاد؟ اسكتي صحيح. لا يلزق فيه وتكون من حسنه ومن نصيبه. والنبي عسل يا ام سعيد. ايوه انت مش وراكي يا جمالات. ايوه عسل يا سعاد. ايوه عسل يا ام سعيد. ما تجربي كده وعبي معاهم. لا يا حبيبتي انا قاعده بعيد خالص عشان ما ازعلش حد. كله يعبي ويفرح مع بعضه عادي يعني. المهم ان انا قاعده في وسطيكم. ايوه النبي شاطرين يا اولاد. ايوه الحمد لله خلصني وان شاء الله بكره تفريج عشان يعني مش تكونوا عايزين حاجه قبل ما تمشي بكره عشان سعيد جوزها ويبقى جاي وشايف حاجته. لا عادي والله. لو انت يعني عايزه توزعي حاجه يا سعاد وزعي عادي يعني. لا يا حماتي لازم سعيد يكون موجود وهو اللي يقول لي ادي مين ولا ما اديش مين. معلش يا جماعه دي الحاجه بتاعته برضه وبتاعت ابني. ايوه صح. ايوه كده هي دي الاصول. ايوه طيب هو كده ناقص هي ست ابوهم عشان انا ناسي. قومي يا هناء شيلي الاكياس دي دخليها جوه. ايوه 7 حبات وهاتي الجله هيني عشان نحط فيها الفاضي والذهبات بتاعتنا. كده يا ست ابوهم. ايوه كده كل بقى يحط فاضي في الجله دي. هو صحيح يا ست ابوهم بيحطوا يعني فاضي وبيحطوا ذهبات في الجله دي ليه؟ يعني ايه السر يا حبيبتي؟ بيقولوا يعني اللي بتجعل يعني ايام المولود كلها رزق كده وفرح. والله هم بيقولوا كده واحنا بنعمل زيهم. بنعمل عادات وتقاليد يعني حاجات بنفرح بيها وخلاص. ايوه صح. كلها عادات وتقاليد عشان نفرح شويه ونهيص وبكده. احنا خلصنا السبوع يا حبايب وعبيناه ونجعنا ال7 حبات وحطينا فاضي في الجله كمان وعبينا الحاجه. بكره ان شاء الله اكبر سبوع فيك يا بالك. سبوع السلطان فتحي ابن سعاد وسعيد. يا رب يجعله كده ذريه صالحه لي ويجعل لكل مشتاق ذريه صالحه يا رب. يا جماعه الذريه الصالحه دي والخلفه دي نعمه من عند ربنا. كل واحد بيتمناها. ادعوا كده لنفسكم ان يجعل عيالكم ذريه صالحه واللي كل مشتاق يا رب يديله ذريه صالحه يا رب. ما تنسوش بقى التعليقات الجميله واللايكات يعني اللي انا بستناها منكم. يلا يا حبايب سلام عليكم.